السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أصحابي عاملين ايه؟ النهاردة هنذاكر مع بعض في كتاب الماس كي جي 1 فيرست ترم الترم الأول. النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها shapes يعني الأشكال الهندسية. الأشكال الهندسية، عايزة أكتب لكم الكلمة shapes. يعني الأشكال الهندسية، طبعا ده lesson 5 and 6. shapes يعني الأشكال الهندسية. ايه هي الأشكال الهندسية؟ الأشكال اللي موجودة حوالينا. أول شكل موجود عندي اسمه circle. This is a circle. ده بيكون circle. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض. هو جايب لي شكل السيركل. أنا لما باجي أرسم السيركل برسمها ازاي يا ميس؟ بحط نقطة كده لنفسي وبفضل ماشي في دايرة 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 كده 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 كده. طيب هي طبعا اتعوجت مني، معلش. طيب هي السيركل عندها خط عامل كده أو خط عامل كده؟ لا، هي بمشي خط كده، لاين ماشي بيدور نفسه حوالين نفسه كده عشان يعمل سيركل. طيب يبقى دي اسمها سيركل. نخلي بالنا ان الخط ده اسمه سايد، يبقى this is a side. لما عندي خطين مع بعض يعملوا الشكل ده، فالجزء ده كده بيبقى اسمه corner، يبقى ده اسمه corner وده اسمه side يعني خط. طيب السيركل هتبص لنا وتقول لنا انا ما عنديش circles، ما عنديش sides ولا عندي corners. يبقى لما هتتكلم عن نفسها هتقول I have، انا عندي zero side، انا ما عنديش sides، و I have وانا عندي zero corner. يبقى انا عندي زيرو سايد وعندي زيرو كورنر، لان هي لا عندها خطوط زي كده ولا عندها كورنرز. الكورنرز دي بتتعمل امتى؟ لما يكون في خطين ماسكين في بعض، يعني خطين ماسكين في بعض كده هيعملوا الحته دي كده اسمها كورنر. الجزء ده خطين ماسكين في بعض كده هيعملوا الجزء ده اسمه كورنر. فالدايره ما عندهاش لا سايدز، فبالطبيعي ما عندهاش كورنرز. طيب هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي this is a circle. الشكل ده اسمه circle. Trace the circles and color them to complete the picture. هو بيقول لي هنا عيد على النقط، يعني وصل النقط دي ببعضها عشان تعمل السيركلز بتاعتك. اهي عندي 3. ممكن بقى انا اعمل حاجة تانية. هقول لك count the circles. يبقى 1 2 3. عندي كام سيركل؟ واكتب هنا نمبر 3 هنا كده، نمبر 3 عشان انا شطور بقى، بقيت بعرف النمبرز من 1 ل 3 خلاص. طيب هنا بيقول لي color the circles yellow. اي سيركل هتقابلك هتلونها باللون اليلو. احنا خلاص بقينا عارفين ان this color is yellow، ده اللون اليلو. فانا اي سيركل هتقابلني هعملها باللون اليلو. tick true the item that shows a circle. يعني بيقول لي انا بقى دلوقتي لو انا في البيت او انا في القاعة او انا في اي حتة هبص حواليا على الحاجات اللي شكل السيركل. لما هبص هلاقي المروحة على شكل السيركل، ممكن دايرة دي على الكرة دي على شكل السيركل. اي حاجة على شكل سيركل هعمل عليها، هقول للميس عليها او هقول لماما عليها، يا ماما دي شكل سيركل. طيب تعالوا نشوف الساعة دي شكل سيركل. أيوة، يبقى هعمل عليها true، هعمل عليها علامة صح دي. البوك ده على شكل سيركل؟ لأ. طيب الكرة دي؟ أيوة. العربية؟ بصوا لو خدنا بالنا هنلاقي إن العجل بتاعها هو اللي ممكن يبقى شكل سيركل. اليويو شكل سيركل. الهدية دي؟ لأ. البرتقانة؟ البطيخة؟ أيوة. طب ده هرم؟ لأ. طيب هنا بصوا في سيركل صغننة هنا، بس هو الشكل العام مش شكل السيركل. هنا بيقول لي draw 3 circles. هو عايزني ارسم انا 3 circles، فانا هرسم 3 circles. طيب احنا كده تاني شكل عندي موجود اسمه triangle. اسمه ايه؟ triangle. التراينجل دوت برسمه ازاي يا ميس؟ التراينجل هرسمه كده كده كده. طب نخلي بالنا بقى، الميس قالت لنا ان السيركل ما فيهاش سايدز ولا فيها كورنرز. تعالوا نشوف بقى التراينجل. تراينجل بيتكتب كده تراينجل.
طيب هو في كام سايد؟ let's count. احنا الميس قالت لنا ان الخط كده او كده او كده او كده، اي شكل للخط، المهم يبقى خط مستقيم، خط كده ماشي على طول، يعني ما ينفعش الخط يبقى عامل كده، اوعى يعمل كده، كده غلط. طيب تعالوا نشوف هنا في كام سايد. سايد يعني خط. 1 2 3. كام سايد؟ 3 sides. كام سايد؟ 3 sides. طيب هنا السايد ده والسايد ده لما مسكوا في بعض عملوا الكورنر ده، يبقى ده 1. طيب والسايد ده والسايد ده عملوا كورنر نمبر 2، والسايد ده والسايد ده عملوا 3 كورنرز. يبقى التراينجل لما يجي يتكلم عن نفسه هيقول I have. أنا عندي. I have يعني أنا عندي. I have 3 sides. أنا عندي 3 sides. I have 3 corners. أنا عندي 3 corners. طيب تعالوا نشوف الاكسرسايزز اللي موجوده هنا. هو هنا برضو بيقول لي تريس. خلاص احنا بقينا شاطرين، بقينا عارفين يعني ايه تريس، بس هو هنا مزود لي بيقول لي درو يعني ارسم 2 more triangles. بيقول لك ارسم كمان مثلثين and count all وعدهم كلهم. طيب هنا تريس خلاص دي سهله، الاكسرسايز سهل. وهنا بيقول لي color لون ايه المثلثات اللي هنا، التراينجلز اللي هنا اورنج. هنا برضو بيقول لي بوتا تيك، برضو التمرين ده احنا عملناه المره اللي فاتت. هنا بقى choose the correct answer. اختر الاجابه الصحيحه. انا مهم بالنسبه لي ان انا احفظ كلمه choose يعني اختر. choose يعني ايه؟ اختر. هنا triangle has نقط sides. ها مين شطور وعارف؟ عنده 3 يا ميس. 1 2 3. يبقى عنده 3 يا ميس. طيب التراينجل has not corners. عنده 3 برضه يا ميس. طب هندي انا سؤال تاني. circle have نقط side. ها عندها كام سايد السيركل؟ السايد عندها 0. ها 0 سايد. طب عندها كام كورنر؟ 0 كورنر. خلاص، ونخلي بالنا ان الخطين مع بعض بيعملوا كورنر. طيب احنا كده خلصنا ليسون 5 وسيف. اتمنى الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس لو بتشوفوني لاول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.